كتشوفوا عندكم جليسات عائليه مبرعه بجنب الواد، كتجلسوا نتوما كتغرباو وكتمتعوا عويناتكم مع حداكم. باش دوزوا وقيته زوينه في عيون ام الربيع، والانشطه اللي تقدروا ديروا فيها، تقدروا تعوموا وتبردوا في الضيات المالحه. كيف ما يمكن لكم ديروا لا روندوني ما بين الجبال اللي دايرين بالعيون. اولا يمكن لكم تجربوا الصيد بلا موش، حيت البحيره غنيه بالحوت خصوصا بلا تخيل. وقت الغدا عندكم ريستورات شعبيه بجنب الواد، كيقدوا لكم طويجنات، كيقدوا لكم جليسات عائليه مبرعه، داخل فيها الغدا، داخل فيها اتاي، وابتداء من 120 درهم للعائله كلها. كاين شي حاجه احسن من هذه؟ اما بالنسبه للمباته، عندكم الاختيار ما بين 3 ديال المآوي السياحيه للاثمنه فيهم، كتبدا من 100 درهم لواحد والفطور. ويجي معتبر. ايوا كيف جاوكم عيون ام الربيع؟ امتى غادي تجيو بعدا تزوروا المنطقه؟ المهم وقت ما كتب لكم غادي تحسوا بواحد الانتعاش وغادي ترتاحوا من داك الشرفيع. وشي اكتشاف بحال هذا استناوني غدا. المهم حاولوا تستغلوا الويكاند ديالكم. بقاو على خير.